عندما أكثر من 25 ساعة لبيته في منطقة حي جامعة ببغداد أثار تساؤلا تشبه الريبة والإحساس بالخطر حول مصير بقية علماء العراق مع تسلمه أكثر الملفات سخونة الملف الإيراني. خلاص معرض المسرح سمعت هتاخدك معاه المسرح الصعبة. وعين نائبا للرئيس العراقي في أذار مارس 1900. كمان عايزين تجوا المسرح؟ مش عمال هروح المسرح. يلا بنت اجري بعيد. مسرح المسرح واللي عايزين تفرح ما لقيتش مسرح. في التاريخ العراقي كان رجلا من النظام الحديدي يا حبيبي مش لما انا ولا حسابي بعد كده برضك معايا المسرح. الثاني في الحكومة العراقية، الثاني عشر في قبضة الولايات المتحدة، الأمريكية، والثمانية البرسوني التي كانت مجرد ورقة لعب. الراجل مشاكل يا اخوانا. شكل شخصية مشهورة في التاريخ العراقي. الراجل صحاب مشاكلي. ده انا صحاف ايه؟ انت فين وهو فين؟ صحاف؟ اذا كنت انت شبه الصحاف انا شبه مرات الصحاف. لا ده انا شبه ولاد الصحاف بجد حوالينا. بصي شوف يا شاوز هنخلي امريكا نعامة وتشوف كوابيس وهلاوس اصلنا هتبقى دراما وحنشوي الميكي ماوس والعولج ينده ماما حوشينا يا فندر وايس والصراصير الندامة ونحن مفتوع الهدايس حنا ملوك الشهامة والعبارات التكرار. تصبح على خير يا صحاف. انت من اهله يا بنتي. العلوج، الطراطير، عصابة الأوغاد الدولية سنشويهم على بطونهم، وبيقولوا ان هذا كلام كذب. انا ادري ان هذا كلام كذب وان الكذب حرام، بس هم الحرام نفسه واحنا بنعد ليهم مفاجأة. خليهم يفعلون ما يفعلون واحنا منتظرين بالاحذية. لا عارفين فين يا ولد؟ انا مرات الصحاف. اوعى كده وانت شبه على كده الشطرنج. احذية اخشمك. يا نانسي عجرم، نانسي عجرم خليك هنا، خليك. بالمناسبة اي راجل يتزوج من مرة بالشكل ده لازم يكون صحاف زيي، وانا بعدهم ان شاء الله بالمفاجأة ان احنا هنستدرجهم في بيوتنا، ولو يوصلوا حتى انهم يخشوا حماماتنا احنا هنستدرجهم جوه الحمامات وجوه المطابخ وغرف النوم. بلاش المطابخ عشان المواعين وسخة، ممكن يجي اوضه النوم. اوكي اتفضل. انا بحذرهم وبوعدهم ان شاء الله ان احنا هنسقطهم بالاحذية القديمة ونحن ممكن ان نخسر جولة ولكن لا يمكن ان نخسر معركة، وممكن نخسر معركة واثنين وثلاثة ولكن لا يمكن نخسر حرب. لورا مربوش. الو
ايوه لورا حبيبه قلبي، بقول لك ايه، خليه يخف شويه على الناس عماله تموت. قولي البوش يخف شويه. طيب خلاص يا حبيبتي، انا مع الصحافه هخلص وهرنلك. انا كارت مش خط. يلا روحي باي باي على رنات. يلا حبيبتي باي باي. وبامكاننا ان نخسر حرب 2 و3، ولكن لا يمكن ان نخسر رصيدنا في البنوك في سويسرا. انا اعدهم بمفاجاه، واحنا هنوريهم الوين. بس انا شويه مين هتكلم مين؟ الو حبيبه قلبي، عايزه تبريمي سويكلي، تبريمي سويكلي دي. اوكي تبريمي سويكلي. انا كارت مش خط. ماشي هرنلك يا روح قلبي. ماشي يا حبيبتي، ماشي اوكي باي باي. سنجعلها معركة دراماتيكية، وسنبذل كل جهد الاستراتيجي لوضع المواضيع المتضمنة جوه تضامن، كي نضمن ان احنا في المرحلة الحاسمة نضمن كل الشعب، ولا يجب ان حد يضمننا في هذا الموقف. حافي يا روح. نعم. انت من انت وانت تلعب كوتشينه. فعلوا كوتشينه ورسمونا ويريدوا القبض علينا في 52 ورقة في الكوتشينه، ونحن رسمناهم برضو على ورق الكوتشينه. تعرفون من هذا؟ كوتشينتهم الفرق بينها وبين كوتشينتنا، كوتشينتهم طالبين القبض علينا، ولكن احنا سنتركهم احرارا. سنتركهم ايه؟ احرارا. وهذا هو يومنا، وسوف نراهم. راح فين؟ باي باي يا صحفيين، سلام عليكم على رنات بقى. باي باي. طب باي ولا ايه عارف دي غير ما فضلش انا وانت. ومهرجانات التصور كمان عارفها. قول لي اخبار العلوج ايه؟ الحقيقه يا سياده المهم الركن، احنا اللي طلعنا علوج. وايه الحل يا علوج؟ الحل اللي قدامنا خيارين، يا الخيار الاستراتيجي يا الخيار المخلي. انا وعدتكم بمفاجأة. وايه المفاجأة؟ شوفوا يا دابا، بصي شوفوا الآراء، صطابة بالصدارة، اهو بعدها للي قاول تبعتنا هرب حمامة، وانا فاكر نفسي راجل، جيش الحواس اليابة والناري نصحى يقابل، دخلوا بغداد بسلامة وسووا فينا الهوايل، وانا حلبس الرجالة واتكلم واعمل غارة. يا ساتر بلادهم، إلا أن يرون أن هذا الاتجاه يتغير إذا سار ماذا أحلى من أنا الصحاف في القيام بالملكيين بإصلاح البنية التحتية ما أنا أعمل إيه؟ إلا أن ده أنا حلمت إن أنا مرات الصحاف. يرون أن هذا الاتجاه قد يتغير إذا سارع بصي ليه؟ لا اوعى ازعل. لا صحاف اوعى يفكر الصحاف خالص. لا بقول لك الو قناة الأسرة، نعمل الصحاف. أنا عاوز مكافأة. انا ليه الصحاف؟ أنا مين؟ عندنا الصحاف، عايزة مكافأة. عندنا الصحاف. الو ايوه انا صحفت يا جوزي، لو سمحتوا هجيب لي اليوم بسرعه من احنا عايزين المكافاه. مش انا الصحاف. لا انا بكذب. لا انا كذاب صحيح، بس مش انا الصحاف. اخوانا ارحموني، ارحموني. مش صحاف. لا مش صحاف. انا مش صحاف. انا مش الصحاف. مش الصحاف. لا قلنا أن كل ما يزري
الذي سيكون بنكهة أمريكية وطعم أمريكي ورائحة أمريكية وهواء أمريكي. هذا العلم الآن يجسد ما يجري في العراق. الناس في الأسفل